بسم الله الرحمن الرحيم. صدقنا ايمن لما اقول لك اني بقول يا ريتني كنت طلعت معاش من زمان على الحفاوه اللي انا اتقابلت بيها والحب بالمجموعه اللي جت النهارده. صدقني انا فعلا فخور بنفسي، يعني انا بحسد نفسي النهارده ان الكوكبه دي كانت موجوده النهارده في حفل التكريمي. انا بشكر كل اللي حضر، بشكر الكابتن حماده المصري، بشكر كوكبه النادي المصري، لعيبه النادي المصري. انا كنت بفخر ان انا نفسي كنت راح اسلم عليهم، ابص الاقيهم النهارده جايين يكرموني. كابتن احمد جوهر صاحب، انت كابتن يا ايمن، انت من الصبح لا انا فرحان جدا 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 بفرحتي، ومش عارف اتكلم من الفرحه اللي انا فيها والله. اكيد الكل ده بيلمس ان مدى حب المجال الرياضي كله، او مسؤولين المجال الرياضي واعضاء المجال الرياضي في بورسعيد لشخص محمود سرحان. انت النهارده لما تشوف الانديه كلها والاتحادات يعني انديه الكوره الاربع انديه بتوع بورسعيد مع نادي الجمارك و اتحاد الجودو والملاكمه والكاراتيه، في ايه ده؟ انا بقول لك انا بحسد نفسي. الحمد لله الحمد لله والله، راضي على ما قدمت خلال يا كل الرضا، وبحمد الله واشكر فضله عليك. كل الرضا الحمد لله ان انا تعبت واشتغلت وحققت وانجزت الحمد لله. ناوي على ايه الفتره الجايه؟ ان شاء الله فتره راحه، وبعد كده يعني كابتن حماده قال حاجه بس لسه في تفكير ان شاء الله لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا انتهز الفرصه لاشكر اخويا وحبيبي الكابتن جوهر رئيس نادي المريخ على تهيئه الجو المناسب لاظهار روح الترابط والموده بين انديه بورسعيد، ودعوته لنا جميعا لتكريم الكابتن محمود سرحان. 30 سنه من العطاء في مجال الرياضه لنادي الرباط، يعني اللي مش بس في كرة القدم، عشان الناس ممكن ما تعرفش ان نادي الرباط بتلعب فيه رياضات كتير جدا، وفي شارك بطولات عربية وافريقية. فعلشان كده احنا كلنا جينا النهاردة نقول له متشكرين يا كابتن محمود على 30 سنة من العطاء للرياضة، ونتمنى له التوفيق في الايام اللي جاية، وبندي مثل ان كل اللي هيبذل مجهود في سبيل الرياضه وخدمه الرياضه في بورسعيد ان شاء الله هيلاقي الكل واقف وراه بيكرمه وبيقول له متشكرين في نهايه فتره عطائه. الحمد لله. طبعا الكابتن محمود سرحان او اخويا محمود سرحان يعني هو غني عن التعريف، هو علم من اعلام الرياضه في بورسعيد، ودايما بيلم شمل الانديه، وهو المعروف عنه اجتماعيا مش رياضيا بس، واجتماعيا اكتر من رياضيا. واحنا كنا متنافسين ومش متنافسين، والحمد لله. والاداره تعتبر اداره نادي الغزل بورسعيد ونادي الرباط كانت اداره واحده حتى في فتره الاعداد. سننا مبدا اللي احنا ما حدش ياخد لاعب من لاعب، وفعلا ما فيش ولا حد قدر يلعب بينا ولا يلعب بالناديين. وكان يعني دي كانت فكره محمود سرحان طبعا، وحاجه كويسه جدا، وان شاء الله هو بدايه العطاء له باذن الله. يعني وبورسعيد محتاجه الامثال اللي زي كابتن محمود لبناء الرياضه في بورسعيد. اكيد هي اللقطه بتدل على حاجات كتير. النهارده انا يعني بعتبر مش بالكم بالكيف، شوف مين اللي موجود وجاي يكرم محمود سرحان. فالنهارده اللقطه بتقول ان الراجل ده اعطى والناس جايه له لانه اعطى، وبعدين هو اشتغل مش رياضه بس، هو اشتغل بناء كمان زي ما بيقولوا، بنى نادي الرباط على كتافه، والنهارده بيجني ثمار هذا الجهد بوجود كل هذه الشخصيات في تكريمه، وده شيء طيب جدا. وبيبقى اسعد يوم في حياه الانسان لما بيشوف لحظه التكريم من الناس الكبار والشخصيات اللي موجوده اللي بيحبوها. كلام طبعا كابتن محمود سرحان يعني نموذج مشرف للرياضيين، اعطى الكثير لنادي الرباط والانوار، وكان ممثل مشرف لواحد من انديه خط القناه. والحمد لله النهارده في كوكبه جميله جدا من النجوم، سواء رياضيين لعيبه كوره او مدربين او رؤساء انديه او اعضاء مجالس اداره او مديريه الشباب والرياضه. يعني انا شايف كل الجهات موجوده في بورسعيد بتكرم نموذج محترم، وان شاء الله باذن الله كل نموذج ده شايف بيتعب ويدي مجهود، في الاخر كل الناس هتكرمه وتدي له يعني جايزه، ابسط جايزه تديها له احنا نيجي نقول له انت راجل محترم واديت كتير، وان شاء الله تكمل مشواره بشكل محترم برضه في اتحاد الكوره لو في مكان، هنحاول ان شاء الله باذن الله يكون موجود معنا ان شاء الله. طول عمره حنين وذوق مع الناس ولسانه حلو مع الناس. محمود سرحان اللي عمله في ال 30 سنه ال 35 سنه اللي فاتوا ما يقدرش يعمله جيل كامل، عشان النهارده نادي الرباط يعمل حاجه اسمها نادي الرباط ويخش شركات
ثم يعمل ارض هو والربان جمال رفعت ويعملوا صرح كبير زي ده ويتفانى في عمله طوال 35 سنه، يستحق التكريم اكبر من كده. يعني لو كان بايدينا كنا عملنا للتكريم ده يمكن في استاد بورسعيد. محمود يستحق تكريم كبير قوي قوي قوي. من الناحيه الاخويه، محمود طول عمره ما خصمش حد، طول عمره ما زعلش حد، وعمره ما قطع عيش حد في نادي الرباط، وعمره ما اهان حد في حياته، وكان تملي فاتح بيته للخير. حتى النهارده يمكن لو سالت عمال نادي الرباط والناس الموجوده في نادي الرباط يقول لك محمود سرحان وقت الشده نلجا له. محمود سرحان كانسان اكبر بكتير قوي قوي قوي. محمود سرحان كرجل رياضي. موقف الوالده بقى، يعني هل النهارده في موقف الوالده كانت بتتعامل معاكم انتوا الاثنين وانتوا خارجين تتنافسوا مع بعض اثناء فتره تدريبه يعني لفرق البورسعيد؟ لا، الحاجه كانت تحبني انا اكتر، كانت تحبني نكسب اكتر لان كنت انا الصغير وهي الدلوعه شويه. لكن كان هو في مرات من سنوات كتيره كان عامل فرقه او فرقتين في الناشئين كان فعلا بيكسر الدنيا بيهم. ده مره كان هياخد دور القطاعات بتاع الخمس محافظات. محمود كان هو مدرب عمل فرقه حلوه، واللي ساعده على كده بقى محل اقامه النادي. محل اقامه النادي بورسعيد الجديده الظهور كلها كان يجيب لعبه كبيره قوي. بصراحه انا ما كنت اغلب مباراه في نادي الرباط في طرفها محمود سرحان كانت بتخلص باعجوبه، الا المباراه بقى اللي احمد جوهر عمل فيها زار. انا كان نفسي اذكر هذا المباراه لانه ما ذكرهاش، محروج يذكرها. كان مره من المرات بلعبه في نادي المريخ، كان هو غالب 1-0 في نادي الرباط، وجينا هنا كان احمد جوهر مصاب وفراج مصاب فخسرنا 1-0. فما جينا هنا كسبناه 4-0 منهم جون تاريخي. جوهر عمل زار جوه ال6 ياردات، رقص 6 افراد وحارس المرمى مرتين كل واحد وعملها جون. فحتى تاني يوم اتكتبت في البورسعيديه زار بين المريخ والرباط. فمن الماتشات اللي كنت نفسي اذكرها ان جوهر عمل في زار في مباراه من المرات بتاعته وجاب فيه 3 اجوان، ودي كانت من المباريات الجميله قوي اللي عشتها مع محمود سرحان.